ايه ده بجد لسه ما خليتيش الليمون القمر ده؟ كل سنه وحضراتكم طيبين، ده رمضان داخل علينا. احلى ليمون مخلل كده محشي كده بالعصفر، لحقي بقى هاتيه بقى كده عشان تلحق ايه تكليف رمضان. بس قبل ما نبدا يا جماعه نصلي على النبي ونعمل اشتراك في القناه ونعمل لايك، ونخش بقى على المقادير بتاعتنا. دلوقتي جاي معانا دلوقتي كيلو ونص من الليمون. انا جبت الليمون ده اهم حاجه، جبته وغسلته حلو يا جماعه، غسلته بدل مره اتنين وتلاته لغايه ما ايه زي ما انتوا حضرتكم شايفينه كده ان هو نضيف معايا وبقى حلو. تمام. بعد كده جبته كده الليمونه، واهم حاجه بجيب الليمونه بتاعتي تكون متماسكه وحلوه، وتكون ايه جامده يا جماعه، الجلده بتاعتها تبقى خشنه خشنه ليه عشان تستحمل معانا التخليل، وتبقى ايه متوسطه او كبيره. الليمون المعصفر ايه بيحب ايه الليمونه تبقى كبيره او متوسطه. تمام. وتمام. وبعد كده يا جماعه بنجيب بقى ايه الليمونه بتاعتنا نقطعها 4 اجزاء. اهم حاجه ما نوصلش لاسفل الليمونه، نخلي القاعده بتاعتها متماسكه ونقطعها 4 اجزاء، ما توصلش لاخر الليمونه. تمام زي ما حضرتك شايفه كده. طب تمام. بعد كده جبنا لها بقى ايه، رحنا بقى جبنا ميه خليناها تغلي، وبعد ما غليت الميه رحنا مسقطين الليمون فيها. ايه ده انت هتسقطي الليمون بعد ما فتحتيه؟ اه. طب ما كده مش غلط؟ لا مش غلط. ده في ناس بعد ما في ناس بيحطوه كده مش بيفتحوه. لا عادي يا جماعه، الناس اللي بيحطوه كده مش بيفتحوه بيقول لك بنخاف ايه عشان لون الميه ما يتغيرش. هي ما بتفرقش، سواء فتحتيه او انت حطاه كده هو مقفول ما بتفرقش. انت عارفه بالعكس لما بتفتحيه وتسلقيه كده بينزل المراره بتاعته. يا بينزل مرارته، وكمان ما بيحتاجش انك تنقعيه. في ناس بعد ما بيفتحوه وبيسلقوه كده بيروحوا ينقعوه، انت كده بتنزلي مرارته مش هتحتاج انك تنقعيه. تمام. سيبناه كده على نار متوسطه في حدود ربع ساعه سوا. هتسويه ربع ساعه؟ هنسويه ربع ساعه عشان ان شاء الله على رمضان نبتدي ناكل منه. تمام. طب دلوقتي احنا عايزين نعمل التتبيله بتاعته. التتبيله بتاعته ديت عباره عن 4 ليمونات، انا عصرتهم يعني يساوي ربع كوبايه عصير ليمون، يبقى 4 ليمونات. ومعانا فلفل رومي حلو اللي هو المسكر معانا، دي الهريسه بتاعتنا. عايزه تحط انت هريسه شطه دي حاجه ترجع لك، بس عشان خاطر عندك اطفال بلاش، عشان ايه الاطفال عندك، مش عشان خاطر حاجه، عشان خاطر صحه اطفالك وصحتك. تمام. والفلفل الرومي ده بيبقى مسكر ويخلي معانا التتبيله حلوه يا جماعه. تمام. معانا اهوت ال4 ليمونات اللي انا عصرتهم، يعني يسوي ربع كوبايه عصير ليمون. الليمون ده ليه؟ بيساعد ان المخلل بتاعك يبقى عامل زي الزبده ويستوي معاكي. تمام. بقول لك يعني الليمون انا عصره منها دي، طبعا الميه الليمون انا رميتها. الميه اللي انا سالقه فيها الليمون ما تحطهاش في المخلل، انا رميتها. ليه؟ انها لو انت حطيتيها في التخليل بتمرر معانا الليمون. تمام. وحطيت معلقتين ملح وجزرايه. خلي بالك من الايه من التتبيل، حطيت كده الفلفل والجزرايه ومعلقتين ملح والليمون بتاعي. تمام. هنرجع تاني لميه الليمون. ميه الليمون انا رميتها، مش تحطوا ميه الليمون في التخليل يا جماعه، الليمون انها بتمرر معانا الليمون، ما تسمعوش كلام اي حد. تمام. انا بقول لك الليمون اللي انا بعمله، ميه الليمون دي بتبقى ميه مره، ما تحطيش منها في الايه في التتبيله بتاعتنا او في المقدار المحلول الملح بتاعنا. تمام. احنا حطينا عادي، بنحط عادي عصير ليمون. ليه خلينا نحط ميه الليمون؟ عادي يا جماعه، نجيب 4 ليمونات ونعصرهم ونعملهم ايه في المحلول الملحي. تمام. او في الحشو بتاعنا. تمام. ليه بيعمل ايه الليمون؟ الليمون دوت يا جماعه بيساعد ان المخلل بتاعك يبقى عامل زي الزبده وطعمه حلو. في ناس بيحطوا خل، انا ما بحبش احط خل، الخل بيهري. الا في حاله واحده، لو انت حطيت الخل هتاكلي الليمون بتاعك على طول. لكن انا بتاعي بقى عادي عادي، فايه ما بخافش عليه انه مش هينهري. تمام. تمام. والليمون ماده حافظه. تمام. دلوقتي انا جبت معايا بقى ايه 3 معالق عصفر، ومعلقه كبيره من حبه البركه. ما نكترش حبه البركه عشان ما تعملش معانا مراره. العصفر ده بكام؟ اللي هاتي حبة ب15 جنيه، يعني كام بالجرامات؟ 30 جرام عصفر، 30 جرام عصفر. وزيهم لا مش زيهم بقى، معلقة من حبة البركة، في حدود ال15 جرام حبة البركة. تمام. يعني حبة البركة ب5 جنيه، والعصفر عامل 15 جنيه. تمام. بعد ربع ساعة من السليق كده زي ما حضرتك شايفة الليمونة ماسكة روحها، ما تهرتش ولا أي حاجة، على نار متوسطة ربع ساعة بالظبط. والليمونه اهي زي ما حضرتك شايفه، وميه الليمون ما اتغيرتش ولا اي حاجه. طبعا انا بتخلص من ميه الليمون ديت برميها في الحوض، بتنضف لي الحوض، مفيش اي حاجه. طبعا جبت الليمون بتاعه وسبته يبرد كده في حدود النص ساعه. شطفتيه؟ لا ما عادي، مفيش اي فرق، عايزه تشطفيه شطفيه. ميه من الحنفيه عادي، عايزه تسيبيه كده يبرد عادي. انا سبته يبرد كده حدود النص ساعه بالظبط، عشان لو احنا حطينا له الحشو وهو سخن هيعمل معانا ممكن عفونه ويبوظ معانا. تمام. فاحنا ايه جبنا الليمون بتاعنا برد معانا، وبنبتدي بعد كده بنحشيه بالتتبيله ديت. وانا هكتب لك المقادير في صندوق الوصف. وبعد كده ايه بنحشيها حلو في التتبيله دي، نخلي التتبيله تتغلغل فيه من جوه يا جماعه عشان تديله طعم، وتملي ايه واملي الليمونه من الحشو بتاعنا. تمام. الحشو اللي احنا ايه قلناه اللي هو جزرايه والفلفل الرومي ومعلقتين الملح، خلي بالك من معلقتين الملح دول، وعصير الليمون. تمام.
طيب دلوقتي المحلول الملح بتاعنا هنحط على كل لتر من الميه 4 معالق ملح من المعلقه الكبيره. ما تخافيش حطي، شايفه بقولك انا حطيت معلقتين هنا، هحط معلقتين في المحلول الملحي. تمام. طب ايه اللي بيفرق في المحلول الخشن والملح؟ يعني ايه اللي بيفرق في الملح الخشن والملح الناعم؟ ما بيفرقش اي حاجه. الفرق ان الملح الخشن بس ايه، ما بيدوبش على طول. تمام. بس هما الاتنين نفس التخليل. طب ايه اللي بيبوظ معانا المخلل؟ اللي بيبوظ معاك المخلل انك انت بتقللي الملح او بتكتري الملح. لو كترت الملح المخلل بتاعك بيتهري، لو قللت الملح المخلل بتاعك برضو بيتهري. فانت خلي الملح بتاعك يكون مظبوط. تمام. انا مديك المقادير مظبوطه، يعني اللتر الميه ده هياخد معانا 4 معالق ملح كبار يساوي بالجرامات 120 جرام، بالكوبايه نص كوبايه ملح من الكوبايه بتاعه الشاي، نص كوبايه ملح او 120 جرام اللي ماشيين بالجرامات على لتر الميه. تمام. الميه بتاعتك تكون مغليه ومبرده عليها، يعني حضرتك تجيبي حله ميه قد كده وتغليها وتسيبها تبرد وتعبيها في جيركن وتعينيها، دي مخصصه للمخلل عشان مش كل شويه تغلي. تمام. تمام. انا بعمل كده. تمام. جبت اللتر الميه بتاعي وطبعا كنت غالياه ومبرداه خالص، مبرده خالص. تمام. وحطيته في التتبيله بتاعت اللفايضه دي. تمام. وطبعا التتبيله دي هحط لها دلوقتي معلقتين من الملح. تمام. معلقتين ملح كبار عادي. الملح لما يكون كتير في الليمون ما تخافيش، بس مش يكون كتير اوفر، انا مديك المقادير مظبوطه، بيحافظ على الليمونه. تمام. يبقى التزمي بالمقادير، يبقى كل لتر عليه 4 معالق من الملح الكبار بتاعه الاكل، وكوبايه اول ما مش عندك اللتر تعرفي باللتر، عندك كوبايه الميه، على كل كوبايه ميه عليها ايه، معلقه ملح. تمام. يعني لو انت ايه مش عارفه ايه اللتر، يعني 4 كوبايات ميه هيساوي ايه، تبقى قاعده عندك الاربع كوبايات تتحط لهم 4 معالق ملح. تمام. دلوقتي بقى حطينا المحلول بتاعنا على المخلل ورحنا حاطين طبقه من الزيت الذره، تكون زيت كده ريحته حلوه عشان ما يعفنش ولا يجرى له اي حاجه. تمام. رحنا قافلين عليه بكيس، وطبعا ممكن نقفل عليه بكيس تاني لو انت البرطمان بتاعك بينفس ولا اي حاجه، عشان ما يخرجوش، مش يعني يدخل له الهواء يعني ويبوظ منك. لو دخل الهواء المخلل بتاعك ممكن يجرى له حاجه. تمام. لو لسه بتتفرج عليا بقى متنسيش تعملنا لايك وشير واشتراك في القناه. عايزه اقول لك الليمون بتاعنا بجد تحفه، شايفه. عايزه اقول لك ان هو استوى. طب خد منك سوا قد ايه؟ خد مني سوا شهر واسبوع. شهر واسبوع؟ انا هضحك عليكي، ما تسمعيش كلام اي حد يقول لك تاكلي ليمون بعد 5 ايام، بالعكس. تعالي بس اعملي طريقته كده وافتحي الليمون بعد 5 ايام هتلاقيه لسه ني. الليمون ده شايفه الزبده ازاي، بس مش مهري. شايفه الليمونه ماسكه روحها ازاي وجميله. شايفه الحشو، الليمونه طعمها تحفه. عصير الليمون ده خلى طعمه تحفه، والملح انا مظبطاه يا جماعه، شايفه بجد تحفه. بألف هنا وشفا على اللي هياكله. يدوبك تلحقي تخليليه عشان شهر رمضان ان شاء الله، ويدعى عليكم بالخير والبركه. والمقادير هكتبها لكم في صندوق الوصف. شايفه الليمون؟ ما تنسوش تكتبوا لنا بس تعليق حلو، والوصفات بتاعتنا موجوده عندكم في القناه، ولو عايزين اي حاجه اكتبوها لنا. ده هياخد معانا شهر ونص شهر بالظبط يا جماعه تخليل، شهر بالظبط. يعني لو خد نص عادي مش هيجرى حاجه. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.